ناري 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 من جماله، ناري ناري قلبي إجراله، ناري ناري. اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه محتاسه، وانا مريم المحتاسه نفسها. مين بيتحكم فيك؟ هل انت فعلا المتحكم في نفسك ولا ممكن تكون موهوم؟ وفي الحقيقه حاجات صغيره قوي هي اللي بتتحكم فيك. علاقتي بشعري غريبه جدا او مش غريبه خالص، هنشوف مع بعض. انا مش بحبه ولا بكرهه، اتس كومبليكيتد بصراحه. زمان وانا صغيره كان شعري طويل قوي لدرجه لو انا لابسه حجاب كبير وعامله شعري ده الحصان تحتيه كان بيبقى طويل يبين من تحت الطرحه. وبعدين من حوالي 10 سنين كده قصيته لظروف كنت بمر بيها وقتها، قصيته بوي كات وكنت مرتاحه معاه جدا بصراحه وما فكرتش اطوله تاني. معرفش ليه بالظبط، يمكن عشان ما كانش محتاج عنايه وروتين كتير، يمكن عشان كان لايق عليا اكتر وحاساه بيبريزنت شخصيتي اكتر ومتوافق معاها، او يمكن كنت محتاجه ان انا اكون متحكمه في حاجه في حياتي. طبعا ما سلمتش وقتها من تعليقات في الشارع من شباب وبنات اللي هي يا واد يا بت، دي بنت دي ولا ولد، حتى لو لابسه فستان ميك اب اكسسوارز مش مهم، المهم انه ما دام شعري قصير يبقى انا كده ولد. مؤخرا كان ليا محاولتين ان انا اطوله، بس المشكله اللي كانت بتقابلني ان طول ما انا بره البيت ببقى متوتره لاني مش عارفه هو شكله ايه دلوقتي، هايش، نايم، في فوليوم، هبط، الرطوبه بوظته، مش عارفه مش شايفه. واوقات برجع البيت وانا فاكراه جود هير داي والاقيه شكله وحش قوي، واوقات العكس. لكن وهو قصير قوي مفيش احتمالات، مفيش مجال انه يتغير شكله وانا بره البيت ولا وانا جوه البيت بصراحه. هو نايمه صاحيه نازله خارجه راجعه نفس الشكل بالظبط، مفيش اي عوامل تعريه ممكن تاثر فيه، مرتاحه ومش شايله همه خالص. لكن الفتره دي بقى انا لو تلاحظوا دي محاوله الثالثه ان انا اسيبه يطول، فاوقات مبسوطه بيه واوقات لا، واحيانا ببقى مش طايقاه تماما 24 ساعه، مش طايقاه لدرجه اني بروح ماسكاه. استنى اوريكم، ماسكاه لما كده فوق وربطاه جامد من فوق فيما يسمى بالبصله، انا اللي سميته البصله. وشكله طبعا زي ما انتوا شفتوه مش حلو خالص، بس انا مش مهتمه باي حاجه، انا مهتمه بس انه يكون مربوط ومشدود وبعيد عني ومفيش حاجه حوالين راسي. وفي نفس الفتره دي جبت صبغه، ودي هتبقى اول مره اصبغ شعري، انا عمري ما صبغت شعري في حياتي، بس في مشكله صغيره ان انا مش طايقه شعري اصلا، فهصبغ ايه؟ بصراحه استخسرت فيه الصبغه من كتر ما هو شكله يقرف. والغريب انه في وسط ما انا قرفانه منه كل ده حصل معايا الموقف ده. جماعة أقول لكم حاجة، في واحدة قالت لي إن شعري حلو قوي، وقالت لي إن أنا شكلي قمر. هل شعري حلو قوي بجد؟ انا مش عايزه اعلي صوتي عشان انا محرجه من اللي انا بقوله ده في الكافيه، بس ما قدرتش بصراحه، قلت لازم اسجل ده. قلت خلاص يبقى نركن الصبغه دلوقتي على جنب ونرجع للبوي كات. ودخلت بنترست ونزلت بقى شويه صور للبوي كات الجديده اللي انا هعملها. بالمناسبه انا كنت دايما طول ال10 سنين دول انا اللي بقص شعري لنفسي، يعني
مش باخد القرار وافكر فيه وكده، لا هو ده الطبيعي بتاعي العادي. فممكن ماما تنام بالليل تصحى الصبح وانا شعري اتقص، يعني في المرايه بتاعتي خلاص عندي مقص الشعر وعندي المشط بتاعي وعندي كل الادوات اللي تخليني اقصه لنفسي، فما بروحش الكوافير. اول مره بس قصيته ده كان عند الكوافير، لكن من ساعتها انا بقصه لنفسي، فيما عدا بس القصه الاخيره اللي قبل ما اتجوز على طول رحت الكوافيره عملتهولي وقصتهولي وظبطتهولي، ودي اللي انا من ساعتها بطوله ما قصتهوش تاني خالص. وجوزي بيقول لي لو هتقصيه ما تقصوش نفسك، روحي الكوافير قصه، مع اني والله العظيم مش ببوظه، يعني بجد بقصه حلو قوي وبيبقى مظبوط. وده مش رايي، ده راي الناس اللي حواليا بجد، يعني دايما باخد تعليقات انه شعرك حلو، مين اللي قصهولك، قصتيه فين، وهو بيكت طبعا مش هو كده يعني. وبيتفاجئوا لما اقول لهم ان انا اللي قصيته لنفسي. 10 سنين بسمع نفس التعليقات، فانا عارفه ان انا كنت بقص لنفسي كويس. بصراحه ما بحبش قعده الكوافيرات، وبحاول ان انا ابعد عنها قد ما اقدر. يا اختي اسم الله، بس زي ما انتم شايفين انا ما قصيتهوش البويكات الاخيره. ليه؟ انا حقيقي مش عارفه، بس اللي حصل ان انا مسكت حبه عشوائيين من قدام، يعني حتى ما عملتش خط كده عشان يكون مظبوط الخصله اللي انا هقصها او اي حاجه، انا بس خدت شويه ورحت ماسكاهم كده ورحت قصه بس سنتي، يعني فتفوته، قصيت فتفوته، واتفاجئت من قد ايه فسفوسه صغيره من شعري اتحكمت في شكله بالكامل، غيرت شكله، غيرت احساسي ناحيته، غيرت مودي، وغيرت كل حاجه، حته قد كده. يبقى خلاص قررنا نرجع للصبغه. فانا دلوقتي نويت بجد ان انا خلاص هصبغه، وانا هصبغه لنفسي، عشان زي ما قلنا انا مش بحب الكوافيرات. انا بحب الكوافيرات بس مش بحب قعده الكوافيرات، يعني مرهقه نفسيا ليا بشكل كبير. فانا بصراحه عايزه اطلب منكم شويه نصايح، اللي قصيته اللي صبغته لنفسها قبل كده في البيت تقول لي يعني ايه لازم اعمله وايه لازم ابعد عنه واخد بالي من ايه، تيبس اند تريكس كده. وانا بتكلم دلوقتي بفكر انه كل القرارات دي مش عن الشعر، كل ده بشكل ما ليه علاقة بالتحكم في شكلي، تحكم في شعوري وفي مودي، شعوري بالراحة او عدم شعوري بالراحة تجاه نفسي وانا مين من جوايا، شعوري بالتوافق مع نفسي او عدم التوافق. انا بسعى اني اكون محبوبة من نفسي، اني اكون شايفة نفسي بالشكل الحقيقي اللي انا عليه، اني اكون حقيقية قصاد نفسي وقصاد الناس.
اعتقد انه كل الناس كده، بس هل قراراتي ناحية شعري وشكله ليها علاقة بده ولا لأ؟ اصل انا مش هعمل عملية تجميل، مش هغير شكل وشي، مش هغير شكل جسمي. الحاجة الوحيدة اللي احنا بنغير شكلها وده عادي في حياتنا هي شعرنا، ضوافرنا، بس. لكن اخري عشان اغير شكل وشي او ملامحي هحط شوية روج، ماسكارا، بلاشر، كحل، اي شادو. يعني طلعت ونزلت في الاخر انا مغيرتش شكل ملامحي بشكل حقيقي. فممكن ده حاصل وممكن لا. بصراحة انا مش قادرة احط ايدي على الموضوع قوي، بس حاسة بشكل كبير انه انا بتحكم في نفسي من بره ومن جوه من خلال شعري. سؤال، وانا بشكل ما ممكن اكون عارفة الاجابات المتوقعة. هل شعركم ليه تأثير على يومكم؟ هل حسيتوا قبل كده انكم بتحاولوا تتحكموا في مظهركم عشان تحسوا بشعور ما من جواكم؟ شاركوني وهقرا الكومنتات بقلبي قوي، عشان انا ما عندي مشاعر مختلطة ناحية الموضوع ده. يمكن الفيديو بتاعي ينور لكم حاجة جواكم، يمكن انتوا كومنتاتكم تنور حاجة جوايا. بس دي كانت حلقة النهاردة. لو عجبكم الفيديو ولو عجبكم الحوسة الكبيرة قوي اللي انا فيها، ولو عايزين تشجعوني ان انا اكمل، اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس وسيبوا لي كومنتات زي ما اتفقنا، عشان انا بحب الكومنتات قوي. باي باي. الوضع اتغير دلوقتي، ما عدتش بحب شعري. وقت نزول الفيديو ده انا ما عدتش بحب شعري خلاص. انا كنت راضيه عنه وقت تصوير الحلقه، لكن على ما عملت مونتاج انا خلاص اتضايقت منه تاني، وغالبا كده هقص بوي كات. فانتظروني بالشكل الجديد قريب قوي ان شاء الله.